بخصوص يلي عم يصير هلا تسريب صادم حرفيا. ولما اقول تسريب انا ما عم بجزم، بس انا عم بنقلك الشيء يلي تم تسريبه فعلا. يلي صار ب7 اكتوبر مو هو الشيء يلي هز دول الغرب. للصراحة في شيء انسرق، وهو يلي هز دول الغرب ودول العالم حرفيا. كل ما هنالك الموجودين في غزة سلمونا الشيء الذي أخذتموه وتنتهي المعمعة فورا. بوارج وبواخر وتكلفة انهيار اقتصادي وعجز في الميزانية الشهرية الإسرائيلية بنسبة 400%. كل هاد مو مشان كم محتجز، ولا مشان شوية ناس فاتوا وطلعوا خلال ساعات. المسألة أكبر من ذلك بكثير. بعدين في حدا منا سأل حاله سؤال، إنه ليش جماعة 7 أكتوبر فاتوا وطلعوا بهالسرعة حتى قبل الطرف الآخر اللي هو الكيان ما يتخذ أي تدابير أو يحشد أي قوات؟ ببساطة لأن أصحاب الأرض دخلوا أخذوا شيء ورجعوا. طيب شو هو هذا الشيء المهم للدرجة اللي أدى لهذا الجنون كله؟ في منشأة سرية جدا اسمها منشأة أوريم، ما بعرف إذا سامع عنها، يلي تعتبر عين وأذن الكيان في المنطقة بل والعالم كله. هي المنشأة يا صديقي هي منشأة أمريكية إسرائيلية بريطانية كندية، مجهزة بأقوى أساليب الحماية والسرية، ووظيفتها التنصت على كل المكالمات المهمة في الشرق الأوسط، وتحتوي وثائق سرية ومرعبة حرفيا كما وصفتها صحيفة الليموند، وتحتوي أيضا على مخططات ومؤامرات على مستوى العالم. لكن في 7 أكتوبر هذا العام دخل الفلسطينيون المنشأة السرية وأخذوا منها كل الوثائق المخيفة يلي حكينا عنها. هذا التسريب من صحيفة الليموند وقبله خبر محذوف من ويكيليكس نوه على كارثة حدثت بالفعل، فسارعت أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا ببوارجها ودعمها الغير مسبوق تريد الوثائق بأي ثمن. اليوم أيضا وساطة قطرية ظاهرها المخطوفين نوقف المعمعة هذه يوما أو يومين من أجل الاتفاق، لكن باطنها وثائق سرية يسابقون الوقت كي لا تكشف فتنفضح أمور ليس من مصلحة أحد كشفها كما قالت الصحيفة. يا ترى شو ممكن تحتوي هيك وثائق؟ لحتى شفنا مساهمة الآلة العسكرية، الجنوني والإعلام العالمي وكل شيء يتحرك بهذه القوة. اكتبوا لنا في التعليقات.